رحيل رشيد نكاز من المغرب بعدما أراد أن يصبح بوعلام صنصال. قبل ما نتعمقوا في القضية هذه، بطبيعة الحال البارحة كان المدعو رشيد نكاز اللي كان في زمن ما معارض وأراد أنه يترشح الرئاسيات سنة 2019. تتذكروا قضية التهريج لما جمع يعني التوقيعات ثم خرج عليهم ليلة الإعلان عن الترشح، قال لهم راهو ابن عمه اللي هو ميكانيكي هو من سيترشح مكانه. كانت فضيحة كبرى لأنه لم يكن له الحق في الترشح الرئاسيات بحكم جنسيته الفرنسية وقتها. هذا بطبيعة الحال رشيد نكاز اللي سجن في ظروف كارثية، وتتذكروا الوضعية اللي خرج بها وقتها من السجن وما تعرض له من طرف النظام الجزائري بعد ما أصابته متلازمة ستوكهولم، وصار يعشق في جلاده اللي هو النظام الجزائري وصار يريد التقرب منه. جاءت الفكرة أنه يتجه إلى مدينة مراكش المغربية ويقول لهم بأنه معلم تاريخي مغربي بطبيعة الحال هو جزائري منذ قرون، رغم أن الجزائر لم تكن موجودة إلا بداية من القرن التاسع عشر لما قررت فرنسا أنه تسمي الأراضي اللي كانت تحت حكم عثماني تسمتها الجزائر. وايضا بطبيعه الحال يقول لهم بانه المسيره الخضراء اللي كانت سنه 1975 كانت من اجل احتلال الاقاليم الجنوبيه المغربيه، ويقول له يتكلم على الصحراء الغربيه ويقول لك انها تحت الاحتلال وغيرها من الترهات. بطبيعه الحال هذه الاستفزازات ليست اعتباطيه. اولا رشيد نكاز يعرف جيدا بانه اذا اراد تقرب من النظام الجزائري اكثر مهاجمه المغرب هي الطريق. ثانيا هي في انتظار يعني مع اقتراب كاس افريقيا. بطبيعه الحال انا كنت تكلمت منذ اشهر، تتذكروا وقت اعلان انه المغرب سينظم كاس افريقيا، قلت بانه النظام الجزائري سيطلق حمله تشويه ومحاوله يعني توسيخ وتلطيخ سمعه المغرب قبل تنظيمه لكاس افريقيا، بحكم انه الجزائر لم تحظى بتنظيم كاس افريقيا لاننا لا نتوفر على البنيه التحتيه، ولانه النظام الجزائري جعل بلدنا مزبله. في اطار هذه الحمله بطبيعه الحال اطلق الورقه تاع رشيد نكاز من اجل محاوله ايضا استفزاز المغرب حتى يعتقله، حتى يرميه في السجن، حتى يتم الاعتداء عليه وهو ما لم يحدث، حتى يكون وكانه قضيه بوعلام صنصال من اجل استنساخها في المغرب، انه المغرب يعتقل وانه المغرب يقمع، لكنه تم التعامل معه بكل انسانيه وتم ترحيله بطبيعه الحال حسب اخر الانباء صباح اليوم. لكن هذه هي قذارة النظام الجزائري. واخر قضيه هي انه هذا رشيد نكاز منذ سنوات قليله كان يمدح في المغرب ويقارن بين الجزائر والمغرب ويقول لك انه المغرب خدامين، في وقت انه النظام الجزائري يسرق وينهب وجعل الجزائر مزبله. لكن سبحان مغير الاحوال والخطه فشلت، لكن النظام الجزائري سيستمر في محاوله يعني احباط يعني تنظيم المغرب لكاس افريقيا وتشويه الصوره، لانه بطبيعه الحال مع الفشل في الجزائر محاوله نقل الفشل هذا دائما للجاره الغربيه والهاء الراي العام الداخلي، والله المستعان.